السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم، وان شاء الله حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين يا رب، وينعاد عليكم الايام باليمن والبركات والخير، ورمضان بيجري بينا ويلا بينا نلحق نخلص فيه حلوياته وجماله والحاجات الجميلة ديت. تعالوا بينا حبايب قلبي كده نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هتكون مع بعض ايه. معانا النهاردة حبة كنافة كده جمال جدا. هنبدأ بقى حبايب قلبي بالصلاة على الرسول، طبعا عليه أفضل الصلاة والسلام كالعادة يعني، ونسمي الله ونبدأ بقى مع بعض حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا، ونشوف كده أول حاجة هنعملها مع بعض ايه. طبعا معايا الكنافة بتاعتي كالعادة، زي ما احنا عارفين ان احنا بنخرج الكنافة من الفريزر نفركها كده فركة جميلة وخلاص نشتغل بيها كده، بتكون متفرفتة كويس. بس لا حبايب قلبي، انا الكنافة بتاعتي ما مش عايزاها تكون خارجة من الفريزر على طول افرفتها كده. للأسف الطريقة ديت لو انت عايزة الكنافة بتاعتك تكون جميلة جدا سيبيها كده شوية شعر فيها كده، ما تكونش ايه مفروكة جدا. تمام، فانا هسيبها شوية على جنب كده واحضر الكريمة الاول، ونشوف مع بعض الكريمة بتاعتنا هتكون ايه. نص كيلو من الحليب حبايب قلبي، وعليهم معلقتين من الكستر. ده كستر طبعا مش نشا، يعني هو كستر نشا طبعا بس بيديكي نفس القوام بتاع النشا. ومعلقتين من السكر، وعليهم كمان باكو من الفانيليا، وبقلبهم كويس جدا جدا، وبعدين ارفعهم على النار. ارفعهم على النار بقى حبايب قلبي لحد ما يدونا القوام الجميل اللي احنا عارفينه طبعا بتاع المهلبية. وعايزه اقول لكم كمان حبايب قلبي ان التقليب طبعا كالعاده زي ما احنا متعودين، تقليب مستمر كده لحد ما يدينا القوام الناعم الكريمي اللي احنا المطلوب، يعني اللي احنا عايزينه ومحتاجينه. تمام حبايب قلبي، في الوقت ده بقى حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده استمرار بالتقليب لحد ما يدينا القوام طبعا المطلوب. وده قوامه جميل جدا كده، حلو قوي كده، مش تقيل قوي طبعا. احنا مش عايزينه يكون سميك كده، لا عايزينه قوام كده كريمي كده، مهلبية جميلة كده. تقدري ان انت بقى تجهزيها الكنافة بتاعتك الجميلة ديت. هتسيبيها بقى تبرد على جنب كده، ونشوف بقى الكنافة بتاعتنا وجمالها كده. تمام، نركنها على جنب بقى كده، ونجيب الكنافة بتاعتنا ونشوف بقى ايه. فكت شوية كده ورجعت لوضعها الطبيعي زي ما تكون انت لسه شارياها طازة كده ولا ايه. ومعانا كده نص كوباية كمان من السمنة هضيفها كده. طبعا مش هنستعملها كلها، وده كيلو من الكنافة انا هاخد نصه بس، يعني هستعمل نص كيلو من الكنافة. زي ما انتوا شايفين كده انا سبتها علشان تهدى شوية كده، مش عايزة اكسرها تكون ناعمة قوي، عايزاها كده زي ما اكون لسه شارياها طازة كده اهي. زي ما انتوا شايفين كده، لو راح تشتريها طبعا زي ما انتوا شايفة كده. بمرشها مرشة بس بسيطة كده، لان طبعا انت عارفة الكنافة بتكون بضال مش جاية سابحة في نفس الوقت دوت، بتكون متماسكة كده مع بعضيها كده وكتلة واحدة. فبمرشها كده، بمرشها مرشة كده. تغسلي هدوم يا مؤنسة ولا ايه؟ زي ما تكوني بتغسلي كده لبس ولا هدوم ولا حاجة، وتقوم رايحة ايه سايباها ترجع لوضعها الطبيعي زي ما انت شايفاها كده حبايب قلبي. هنا بقى السمنة بتاعتي الجميلة هجيبها بقى ورشها كده على وش الكنافة بتاعتي، واقلبها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، يعني ايه السمنة تدوب في الكنافة. تمام، في الوقت ده بقى خلاص انا جهزتها وجاهزة معايا كده بقى. بجيب بقى حبايب قلبي الصواني بتاعت كوب كيك. زي ما انت عارفة الكنافة رجعت لوضعها الطبيعي اهيت. عايزة تفرفتها فرفتيها براحتك، هتكون برضو حلوة معاكي، بس انا عايزاها تكون لسه يعني ايه حية كده. انا بحبها كده تكون لسه يعني فيها روح كده، طويلة شوية كده. تمام، في الوقت ده حبايب قلبي بجيب بقى الاكواب بتاع الكب كيك، وادهنها دهنة بسيطة كده بالفرشة الجميلة بتاعتك كده من السمنة بتاعتي اللي انا دي طبعا كانت جامدة وانا مسيحاها. سمنة نباتية، سمنة بلدي، اي نوع سمنة عندك طبعا.
الكنافة طبعا انتوا عارفين ان هي بتحب السمنة جدا، في نفس الوقت يعني حلويات يعني يستحسن ان هي تكون سمنة بلدي، بس يعني مش هنقف على السمنة البلدي لان في ناس كتير ما بيكونش عندها السمنة البلدي موجودة، فمش هتقف يعني او مش هتعمل، لا طبعا هتعمل بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، اي نوع من السمنة هنضيف. وببدأ بقى حبايب قلبي اضيف كده زي ما انت شايفة الكنافة بتاعتي في قلب الصينية. ما تكتريش طبعا، لاني كل ما تكتري الكنافة بتاعتك بتكون جامد كتيرة كده، يعني لسه هنضيف عليها الكريمة في قلبها، ولسه هنضيف عليها كمان طبقة من الكنافة فوق على الوش، فيستحسن ان انت تسيبيها كده يعني ايه رقيقة كده، حاجة تكون جميلة كده في ايديكي كده، تقدري ان انت تقطميها، وتقدري ان انت كمان تكوني مطمنة كده اولادك بياكلوا حاجة عارفين ان هم يقطموها كده يعني، والمنظر كمان بيكون جميل ما شاء الله. تعالوا بقى اتكلم معاكم شوية على الكبسة ديت. زي ما انتوا شايفين كده بكبس الكنافة بتاعتنا بطريقة سهلة جدا ويعني ايه وحلوة، بتتماسك معايا جدا. دي ايد الهون بتاعي اللي بدق فيه التوم طبعا، وبدق في الحاجات التانية ديت، فانا غسلاه كويس طبعا، مغسول كويس جدا. وبنزل بقى على الكنافة بتاعتنا كده ضغطة قوية جدا تتماسك مع بعضها كده. ولو مش حابة ان انت تشتغلي بالايد الهون ديت، هقولك على حاجة جميلة جدا برضو تقدري ان انت تشتغلي بيها، وبتطلع معاكي الكنافة متكبسة وجميلة جدا زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. نضفي بقى الصينية بتاعتك كويس كده عشان ما يكونش فيها اي شوايب على الوش كده، بحيث ان هي ما تتحرقش منك في الفرن برضو الشوايب اللي فوق دي. في الوقت ده حبايب قلبي خلاص الطبقة الاولانية خلاص ضفتها كده وكبستها شوية، حلوة قوي جدا يعني يا بنات. تعالوا بقى حبايب قلبي بصوا بقى يا بنات، هنضيف الكريمة بتاعتنا، هنضيف الخلطة الرائعة بتاعتنا المهلبية الجميلة اللي احنا عاملينها ديت. حلوة قوي. هنضيفها كده بقى على الكنافة، ما تكتريش طبعا، لان يعني ايه كل ما تكتريها تحط عليها الطبقة التانية من الكنافة بتكون باينة كده في النص، يعني انا مش حابة ان هي تكون كتيرة. تمام، انا بحط كده في المكان اللي انا ضغطاه جدا كده وعامله له قلب كده من جوه اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو. بنزل بالكريمة بتاعتي بالطريقة دي كده اهو، وخلاص كده مليت الكنافة بتاعتي كريمة زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده بقى حبايب قلبي تقدري ان انت تضيفي اي نوع مكسرات عندك، مش حابه عايزة حتة كيك. حاضر. تقدري بقى ان انت حبايب قلبي تضيفي اي نوع عندك من المكسرات زي ما انا قلت. عندك جوز هند حطي، عايزه تسيبيها ساده خالص ما تحطيش فيها اي حاجه، هي الكريمه تكفي وتغني عن اي حاجه ما شاء الله جميله جدا. بصوا بقى على الجمال ده، هنركنه في جنب كده، ونجيب معايا صينيه تانية صغيره بقى كده شويه ضفت فيها بقيه الكنافه اللي كانت متبقيه معايا. ده كله حبايب قلبي عايزه اقول لكم من نص كيلو كنافه بس. تمام، زي ما عملت بقى الصينيه التانية بعمل الصينيه ديت حبايب قلبي بالطريقه السهله الجميله الرائعه دي. بس في الصينيه ديت بقى مش هكبسها بالايد الهون، هوريكم حاجه تانية برضو تكبسوا بها الصينيه بتاعتكم او الكنافه بتاعتكم بكل سهوله. تمام، بتطلع معاكي ما شاء الله متكبسه جدا وحلوه قوي. عايزه اقول لك كمان حبيبه قلبي اهم حاجه تكون نوع الكنافه بتاعتك جميله جدا، يعني يستحسن ان انتي تتعاملي مع حد يعني ضامنه حاجته وعارفه الكنافه بتاعته بتكون ايه، لان طبعا بتفرق معاكي في الطعم وبتفرق معاكي في الشكل كمان. معايا كده كوبايه صغيره او فنجان صغير او اي حاجه صغيره كده على قد ايه الفتحه بالظبط بتاعت الصينيه كده، وبدوس على الكنافه بتاعتي الجميله ديت. شايفين بتكبس كويس جدا اهي، ضغطه قويه كده وخلاص كده بتكون اتكبست معاكي وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده.
كده حبايب قلبي الكنافه بتاعتنا متماسكه جدا. بعد ما خلاص تستوي معاكي وتضيفي معاكي كده في النهايه خالص بتلاقيها متماسكه جدا معاكي كده وحلوه قوي ما شاء الله. بصوا بقى في الوقت دوت بنزل بالكريمه بتاعتي في قلب الصينيه التانية زي الصينيه الاولانيه بالظبط، زي ما ضفت على الصينيه الاولانيه بضيف على الصينيه ديت. لو حسيتي بقى ان الكريمه بتاعتك عقبال ما احنا كنا طبعا رصينا الكنافه في قلب الصينيه وكده يعني وكبسناها، بتحسي طبعا ان الكريمه بتاعتك، لان زي ما احنا متعودين الكريمه اول ما بتسقع بتبرد معانا كده بتعمل وش كده على وش الكريمه. تمام، مفيش اي مشكله حبيبه قلبي. بتقومي جايبه بقى المضرب بتاعك وتلفيها لفه كده على السريع، تقلبيها تقليبه سريعه او معلقه او اي سباتوليا اي حاجه يعني. جبت المضرب ولفتها لفه كده فالوش ده اختفى نهائي، وبدات ان انا بقى ايه افضي في قلب الكنافه بتاعتي الكريمه زي ما انتم شايفين كده. وكالعاده زي ما انا قلت لك يعني، عايزه تحطي مكسرات عندك حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. تمام اهو خلاص. عايزه اقول لك كمان على حاجه جميله جدا وتخلي معاكي الكنافه ناجحه جدا، خصوصا الكنافه الكب كيك دي. زي ما انت شايفه طبعا انا حطيت صبعي اشوف الكريمه بتاعتي. لاحظتوا طبعا ان هي شايله في صبعي لان هي لسه سخنه. تمام، اول ما بتبرد خالص بتحطي صبعك ما بتلاقيش شايله معاكي، بتضيفي تقدري في الوقت دوت ان انت تضيفي الطبقه التانية من الكنافه. اوكي، في الوقت ده حبايب قلبي بقى انا فاض معايا حبه من الكريمه وخلاص خلصت الكنافه بتاعتي وحطيت على الكريمه بتاعتي، ففايض معايا شويه من الكريمه كده على جنب. ايه هنرميهم طبعا؟ لا طبعا، دي مهلبيه جميله جدا اولادنا يستفادوا منها وياكلوها، او انت كمان تقدري ان انت تاكليها كمان. ده لبن وسكر ونشا جميل جدا. حطيتهم بقى حبايب قلبي في الاكواب بتاع الاولاد كده، وهضيفهم في التلاجة شويه يبردوا في التلاجة شويه والاولاد تاكلهم بالف هنا. في الوقت ده حبايب قلبي بقى تعالي نختبر بقى الكريمه بتاعتنا ونشوفها لسه بتلزق معاكي ولا لا. لسه برضو ما بردتش قوي يعني، يا دوب ما فاتش الا دقيقتين 3. لا طبعا هسيبها شويه كمان تبرد واختبرها تاني واحط صبعي الاقيها مش بتشيل معايا، يبقى كده عسل قوي. انا في الوقت ده سبتها تقريبا 5 دقايق على الرخامه كده، فالهوا حسيت بقى ان هي ايه بردت خلاص وشدت معايا كده وعملت وش. تمام، وبختبرها وبحط صبعي ما بتطلعش فيه حاجه، يبقى خلاص كده اقدر انا في الوقت دوت بقى اضيف الطبقه التانية من الكنافه بتاعتي. اوكي كده حبايب قلبي، ما بكترش برضو الكنافه على الوش علشان زي ما انا قلت انا عايزه كده امسك حته كنافه بايديا جميله جدا. اهو حبايب قلبي احط بقى الكنافه بتاعتي كلتها زي ما انتم شايفين كده واغطيها كويس كل الطبقات بالمنظر الجميل ده. بنزل بقى برشه سمنه كده على الوش عشان طبعا اللون، احنا كده كده حاطين ضايفين الكنافه بتاعتنا سمنه بكفايه يعني، بس اللون بتاعنا طبعا عشان ياخد لون ذهبي كده وبيكون جميل بضيف عليه رشه بسيطه من السمنه كده. وزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي بقى تكبيسه بسيطه كده يعني ايه، اسوي بس وش الكنافه بايديا بس كده، واي شوايب طالعه منها بس كده انيمها بحيث ان هي الكريمه بتاعتي ما تضغطش قوي عشان ما تخرجش معايا لفوق. تمام حبايب قلبي، بصوا بقى يا بنات الجمال ده والحلاوه ديت كلتها ما شاء الله جميله جدا. انت في غنى طبعا ان انت تشتري الحاجات ديت جاهزه من بره، اعمليها في بيتك لاولادك. وكمان عندنا الاولاد حبيت ان اعملها في الكب كيك بالذات علشان الاولاد بيفرحوا بالاشكال الجميله ديت، فتحسي كده ان انت ايه عامله لهم حاجه كده جميله كده. مش تقعدي تقطعي بقى بالسكينه ولا حاجه من ديت، برضو عادي حريتك، بس انا استسهلتها للاولاد ان هم يمسكوا القطعه كده في ايديهم يقدروا ياكلوها كده تكون جميله كده وسهله عليهم. في الوقت ده حبايب قلبي بقى خدت وش زي ما انتم شايفين كده وخدت السوى المطلوب. قاع الصينيه ذهبي طبعا زي وش الصينيه كده هوريهولكم طبعا. بس في الوقت ده حبايب قلبي بقى وهي طالعه سخنه طبعا زي ما احنا متعودين الكنافه بتكون سخنه جدا
والسيرم او الشربات بتاعنا بيكون بارد جدا. انا بكون عامله حبايب قلبي كميه كبيره من الشربات ده، وحطاه معايا في التلاجة لاي وقت بعمل الكنافه او بعمل الجلاش بخرجه، لان طبعا الكنافه والجلاش بيبقى نفس النوع، نفس السمك ونفس الشربات بتاعنا. ساعتها خلاص الشربات بتاعنا كان بارد وهي سخنه زي ما احنا اتفقنا. هبدأ بقى حبايب قلبي ان انا اخدها كده من الصينيه كده بقى، خلاص هنسيبها في الصينيه ولا ايه؟ لا طبعا، نطلعها بقى في طبق التقديم ونرصها بطريقه جميله كده وشكل جميل اهو زي ما انتوا شايفين. سهله جدا خروجها من الصينيه لاني مستويه كويس تمام، وبرده متكبسه كويس يا حبايب قلبي. بصوا بقى على الجمال ده، تكبيسه جميله والمنظر رائع، وكمان لون التسويه بتاعتها حلو قوي ذهبي، واخده اللون ذهبي كده ورد كده جميل جدا ما شاء الله. اهي زي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده، احلى كنافه ولا لا؟ جميله جدا ما شاء الله، وكانت خرافه وطعمها جميل جدا الصراحه. جوزي قال لي جميله جدا، اعملي لنا منها كل يوم ما شاء الله. عندك بقى اي حاجه حبيبه قلبي تحبي ان انت تزوقي بيها كده، ترشي عليها اي حاجه عندك، مش حابه ان انت تزوقيها اصلا ما تزوقيهاش، هي مزوقه نفسها. بسم الله ما شاء الله، لونها جميل جدا وشكلها رائع جدا، وكمان هي محشيه كريمه طعمها يكون رائع، مش محتاجه ان هي مكسرات ولا اي حاجه تضاف عليها اساسا تمام. كان عندي شويه فول مبروشين كده، يعني ايه مفرومين كده ناعم خالص، فرشيتهم عليها كده. نقدر بقى ان احنا نفتح واحده كده ونشوف الجمال اللي جواها دوت شكله ايه. تعالوا بينا كده بقى نشوف الجمال اللي جوا دوت هنعمل ايه. جميل جدا ما شاء الله، الصراحه عجبت الاولاد وعجبت كل اللي دق منها اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى على الكريمه في قلبها جميله جدا ورائعه جدا. ايه رايكم بقى؟ اكتبوا له في الكومنتات بقى ايه رايكم، كومنتاتكم جميله جدا وبتشجعني وبتسعد قلبي. ربنا يسعدكم يا رب ويسعد اوقاتكم. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. حط اللايك بقى لو وصلت لحد كده، ما تبخليش عليا بيه حبيبه قلبي. حط لايك واشتركي في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما حبايب قلبي. بصوا، واسيبكم في رعايه الله وامنه وفي حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.